محدش ينكر إن السوشيال ميديا أصبحت شيء أساسي في حياتنا كلنا. بنعرف منها أخبار عالمية وأبديتس، وبنعرف نتواصل مع ناس، مع أهلنا وأصحابنا. وعلى قد ما بنتواصل مع الناس بشكل ما كناش نعرفه قبل كده، على قد ما هي عملت شرخ كبير جدا في نفوس ناس كتير مننا من غير ما يحسوا. شرخ إني معنديش، أو إني أقل، أو هي الناس غريبة كده ليه، أو الدنيا وحشة وصعبة، أو العكس تماما، إن الدنيا حلوة جدا بس في الناحية التانية مش بتاعتنا. كتير بنتابعهم وبنتكلم عليهم، واللي داخل يتخانق، واللي داخل يقول ده سرقني، واللي داخل يقول دي فكرتي، وأفكار اتنشرت كتيرة جدا ما كانش المفروض أصلا تخرج للنور، ولكن تحت مسمى حرية الرأي خرجت. بس استني هنا ثواني، بصيلي كده على قلبك وقوليلي، هو عامل ازاي؟ حاله ازاي؟ كيف هو حال قلبك مع الله؟ راضي، مطمئن، صابر، متنعم ومتعلق بالله، ولا ملخبط وحزين ومهموم، غضبان وغير راضي ومشغول، منفصل وغير متصل بالله؟ بسألك السؤال ده لأن قلبك بيسألك أسئلة كتيرة قوي وانت على السوشيال ميديا بتعملي سكرولينج، وانت بتتفرجي على الناس اللي بتشير يومياتهم كل يوم، وانت بتتفرجي على ناس عمالة تشير أفكار مش شبهك، وانت بتتابعي الناس اللي لقيتيهم فجأة اتنقلوا نقلة مختلفة تماما، أو الناس اللي بتعمل تصرفات غريبة وانت مستغربة هما بيعملوا كده ليه، وانت بتقارني ولادك بغيرهم، أو انت بتقارني انت نفسك شخصيا باللي بتعمليه بولادك للي الناس تانية بتعمله لولادهم. انت شايفة كم الأوزان اللي بتحطيها على قلبك؟ كمية المشاعر والأفكار اللي كل يوم بتحمليها في مخك وفي روحك. أنا مش جاية دلوقتي أقولك بلاش سوشيال ميديا، لأن من لولاها ما كنتيش هتبقي شايفاني أنا شخصيا دلوقتي، ولكني جاية أقولك أرجوكي تخيري مين اللي انت بتتابعيهم وبتديهم حتة من قلبك وحتة من روحك، مين اللي هتقطعي من وقتك وتديله، ومين اللي هتفتحيله مخك عشان يعبي فيه من مخزونه هو شخصيا. أنا بس النهاردة جاية أقولك أرجوكي خدي قرار إنك تكوني مسيطرة على مين اللي بيدخل قلبك وعقلك وروحك، مين اللي بيفضي من خزانه للخزان بتاعك، مين اللي هتفضيله مكان في قلبك وتقطعيله من وقتك عشان يكون معاكي. بفكرك إنها رحلة تزكية عشان نتخلص من أي حاجة تكون عاملة زحمة في حياتنا تخلينا مش عارفين نعيش بصورة جيدة. النهاردة انتي صاحبة القرار بضغطة زر.